كيبدا الفيلم مع أنا اللي كتكون يلا سالات خدمتها في المستشفى، وكتكون خدات 3 أيام عطلة باش ترتاح وتسافر مع راجلها. كتخرج من خدمتها وفي طريقها للدار كتضحك مع بنت جيرانهم الصغيرة. وفي النهار الثاني كيبان راجلها لويس اللي كيفيق على صوت ديال شي حد داخل عليهم للدار. كيلقاها بنت جيرانهم، ولكن كتكون في واحد الحالة غريبة وكلها دمايات. ملي كيمشي لعندها لويس يشوف مالها، كتهجم عليه وكتعضو في عنقو حيت كتكون تحولات للزومبي. وكتفيق انا حتى هي وكتفاجئ من هذا المنظر. كتجري باش تعاون لويس وكتحاول تعيط للاسعاف، ولكن لويس حتى هو كيتحول لزومبي مورا العضه ديال البنت، وكيبدا حتى هو كيهاجم في انا كتجري كتاخذ السوارت ديال الطوموبيل وكتسد عليها في الطواليت. وكيبقى يحاول لويس يهرس الباب ويدخل عليها، ولكن انا كتقدر في الاخير تهرب من السرجم. كتلقى الشارع كله مقلوب، الفوضى في كل بلاصه وشي تابع شي. كتجري انا تركب في الطوموبيل قبل ما يشدها راجلها اللي كيبان خرج من الدار. كتبقى غاده كتجري بالطوموبيل وكتسمع في الراديو واحد التحذير اللي كيعلمهم باش اللي كاين في شي بلاصه يبقى مخبي فيها، حيت انتشر واحد الفيروس وحول الناس للزومبي. وواحد اللحظه كتوقف انا حيت كتكون خايفه بزاف وما عارفاش فين غتمشي. فجاه كيهجم عليها واحد الراجل اللي كيبغي ياخذ ليها الطوموبيل. كتدفعو وكتحاول تهرب منه، ولكن كتفقد السيطره على الطوموبيل ديالها وكتخرج في واحد الجدع ديال الشجره وكتغيب. وملي كتفيق كتلقى واحد البوليسي عند راسها اللي كيكون سميتو جاك، واقف وهز عليها السلاح وكيسولها باش يتاكد باللي هي انسانه طبيعيه. وكتمشي معاه، وفي طريقها كيتلاقاو بواحد 3: مايكل واندري ومراته لودا اللي كتكون حامله، واللي كيكونوا حتى هما خايفين وهربانين من الزومبي. كيتفقوا يبقاو مجموعين وكيبقاو غاديين حتى كيبان ليهم واحد المول تجاري كبير. كيحاولوا يهربوا من الزومبي وكيدخلوا للمول ويسدوا عليهم، وكيبداو يقلبوا واش كاين تما شي مصابين. وفين ما كيلقاو شي واحد كيتضاربوا معاه ويقتلوه. ومن بعد كيطلعوا في لاسانسور وكيلقاو واحد 3 من رجال الامن ديال المول. كيطلبوا منهم يخليوهم يدخلوا يتخباو معاهم، ورجال الامن كيحيدوا ليهم السلاح عاد كيدخلوهم وكيبداو يتحكموا فيهم. وفي هاد الوقيته كيعرف اندري باللي مراته لودا حتى هي عدوها الزومبي، ولكن كيخبيها عليهم. كيداوي ليها الجرح وكيعلمها ما تقولها لحتى حد. وكيبداو يسمعوا في الاخبار باللي الزومبي ما كيموتوش الا الا تصابوا في الراس نيشان. وكيعرفوا باللي الجيش كيدور وباقين كيقلبوا على الناجين. وكيبدا يقترح عليهم مايكل يطلعوا للسطح باش يكتبوا النجده بحروف كبيره، باش حتى الا دازوا من فوق المول يعرفوهم كاينين هنا. وفي نفس الوقت كيبداو يرميو الجثث ديال الزومبي اللي قتلوهم من السطح. وشويه كيبان ليهم في العماره اللي مقابله معاهم واحد الشخص اللي كيكتب ليهم باللي هو كاين غير بوحدو تما وسميتو اندي. ومن بعد ملي كينزلوا كيبدا يبان ليهم في الكاميرات واحد الطوموبيل اللي كتبان هربانه من الزومبي. كيرجعوا يطلبوا من رجال الامن يساعدوا هادوك الناس، ولكن واحد فيهم ما كيبغيش حيت كيكون خايف على راسو وما باغيش يعرض راسو للخطر. وكيبدا يهددهم بالسلاح باش حتى واحد ما يفكر يحل ليهم الباب، ولكن كيدوروا فيه وكيقدروا ياخذوا ليه السلاح ويحبسوه. وكيهبطوا كيجريو باش يعاونوا الناس اللي هربانين. كيقدروا في الاخير يدخلوهم، وكتكون معاهم واحد السيده اللي كتكون تصابت وحالتها خايبه. وغير واحد شويه كتموت السيده اللي دخلوها معضوضه، ولكن كترجع تفيق وكتحول زومبي وكتهاجمهم. ولكن انا في الوقت المناسب كتقدر تقتلها بواحد الحديده في راسها. ومن بعد كيتجمعوا كيقرروا يحبسوا فرانك ويقتلوه، اللي حتى هو اكتشفوا باللي معضوض من الزومبي وغادي يتحول. بنتهم اللي كتعرفهم غيقتلوه كتدخل عنده كتعنقو وكتبقى تبكي. وكدوز الايام وكيبان جاك كيدوز الوقت ديالو في اللعب ديال السترونج مع اندي من السطح. كل واحد فيهم كيكتب في اللوحه الاتجاه اللي باغي يدير، وهكا كيدوزوا نهارهم. وحتى انا ومايكل واللي معاها كانوا كيحاولوا يخلقوا الجو، مره يلعبوا مره يتفرجوا في التلفازه باش ما يملوش. وكيجي النهار اللي كتبغي تولد فيه لودا، اللي كيكون مخبيها راجلها اندري في واحد البيت ورابطها حيت كتكون تحولات لزومبي، وكيحاول يخليها تولد باي طريقه. وفي هاد الوقيته كيتقطع عليهم الضوء وكينزلوا يشوفوا فين كاين المشكل. كيهجموا عليهم مجموعه من الزومبي، ولكن كيقدروا يسدوا عليهم الباب ويحرقوهم. وفي نفس الوقت نورما كتكون قريبه من البيت اللي كتولد فيه لودا. ملي كتسمع الحس كتدخل، غير كتبان ليها لودا تحولات للزومبي كتيري فيها وكتقتلها. واندري كيتعصب ملي كتقتلها وكيتيري فيها، وحتى هي كتيري فيه وكيقتلوا بعضياتهم. انا ملي كتسمع الصوت ديال القرطاس كتجي كتجري كتلقاهم ميتين، وكتلقى ولد اندري الصغير حتى هو زومبي وكتقتلو. من بعد كيتجمعوا وكيبداو يفكروا كيفاش يقدروا يخرجوا من هنا. مايكل كيقول لهم باللي الا قدروا يغطيو الزاج ديال السراجم ديال الطوبيسات اللي كاينين في الكراج بالحديد مزيان غيقدروا يهربوا من وسط الزومبي.
وكيعرفوا باللي واحد فيهم اللي كيكون سميتو ستيف عنده واحد الباطو ديالو صغير في المرسى. كتجيهم فكره مزيانه يمشيو ليه، كتعجبهم الفكره وكيهبطوا للكراج باش ينفذوا الخطه ديالهم. كيبداو يغطيو كاع السراجم ديال الطوبيسات بالحديد مزيان، وكيبان جاك اللي كيعلم صاحبه من السطح باللي غاديين يدوزوا لعندو من هنا ل5 ايام باش يتحركوا للمرسى. ولكن اندي كيقول ليه باللي هو جيعان بزاف وما بقاش عنده ما ياكل، ومحال يقدر يصبر هاد 5 ايام كلها. كيتجمعوا كيحاولوا يلقاو شي حل باش يوصلوا الماكله لاندي. واحد شويه كيسها جاك وهو كيشوف نيكول كتلعب مع الكلب ديالها، وكتجيه الفكره ديال يربطوا الماكله فيه ويصيفطوه لعند اندي حيت صغير والزومبي ما غاديش يردوا ليه البال. وداكشي اللي كيديروا كيربطوا معاه الماكله بواحد الجهاز ديال لاسيلكي وكيحاولوا يهبطوه من السطح بالحبل. كيهبط وكيدوز من وسط الزومبي وكيوصل للعماره اللي فيها اندي، وكيبقاو مراقبينه. ولكن ملي كيدخل كيشوفوه الزومبي وكيتبعوه. ملي كيحاول جاك يتواصل مع اندي كيلقاه تصاب حيت قدروا يعضوه. ومن بعد كيعرفوا باللي نيكول حابسه راسها في العماره ديال اندي حيت خافت على الكلب ديالها ومشات تبعاتو. كتعلمهم باللاسلكي باللي ما قادراش تخرج حيت الزومبي محاصرينها، وكيحاولوا يمشيو يعتقوا نيكول. وكيلقاو اندي تحول زومبي وكيقتلوه. كيخرجوا نيكول من تما وكياخذوا السلاح اللي كيلقاوه. كيحاولوا يهربوا من الزومبي اللي كيكونوا في كل بلاصه، وكيموت واحد فيهم من رجال الامن وواحد كيتصاب في رجليه. كيحاولوا يهربوا من تحت الارض للكراج اللي كانوا كيصلحوا فيه الطوبيسات. كيطلعوا كاملين وكيتحركوا بها، ولكن كيتجمعوا عليهم الزومبي. ورجل الامن سيجي كتجيه فكره يفجر واحد البوطه باش يبعدهم من الطريق، ولكن كيكونوا شي زومبي قدروا يتعلقوا في الطوبيسات. كيحاول ستيف بالمنشار ديال الضوء يجري عليهم، ولكن مع السرعه والطوبيس اللي كيميل كيصدق ضرب وحده فيهم وحتى هو كيموت. وفي هاد الوقيته كيفقدوا السيطره على الطوبيس، كيتقلب بيهم. وستيف يلاه كيخرج من الطوبيس كيهجم عليه واحد الزومبي وكيتحول حتى هو وكيبغي يهجم على انا كتقتلو. وقبل ما تهرب كتاخد ليه السوارس ديال الباطو ديالو. كيقدروا يهربوا في الاخير ويوصلوا للمرسى، ولكن الزومبي كيكونوا تابعينهم. كينزلوا كاملين، ولكن كيبقى سيجي اللي كيحاصروه الزومبي كيبقى يتقاتل معاهم حيت كيتجمعوا عليه. وملي كيعرف راسو ميت كيتيري في واحد البوطه وكيتفرقع هو وياهم. كيوصلوا في الاخير للباطو، ولكن كيطلعوا كلهم الا مايكل اللي كيقول لهم باللي تعضو ما يقدرش يكمل معاهم. كيتوادعوا معاه وغير كيتحركوا كيقتل راسو قبل ما يتحول لزومبي. وفي الاخير كيبقاو غير جاك وانا ونيكول واحد من رجال الامن. كيضربوا مسافه طويله، ولكن كيتفاجئوا ملي كيوصلوا للجزيره اللي هربانين ليها وكيلقاوها عامره بالزومبي.